سيداتي سادتي، ها هو الكرغولي يسقط أخيرا في امتحان الطاس، ويعتبر الإعلام العربي والإفريقي مجند لإحباطه ومجند لضرب مصالحه. فقد كنا نتحدث قديما عن قميص عثمان وقميص يوسف، وهنا الآن نتحدث عن قميص بركان وقد عاد للواجهة بخريطته الفارهة. أولا، نحن لا نلوم هؤلاء، ونعرف مسبقا محدودية أفكارهم، وهذا ما قاله رئيسهم عبد المجيد كدبون عندما قال بأن 90% من الجزائريين لا يحسنون القراءة والكتابة. فكيف لشعب تستشري فيه الأمية بهذا الشكل الأخطبوطي لا يقوم بإجراءات استعجالية للنهوض من السبات العميق؟ ثانيا، والأكيد أن الأغرب أنه تم الترخيص لهم بأكل لحوم الحمير. فكيف لشعب يعيش على إيقاع هذه المسغبة كيف تروق له الفرجة في كرة القدم؟ كل شيء هناك منظم على إيقاع الفوضى، لأنهم لا يريدون لهذا الشعب أن يستفيق ليعبر عن أحلامه وطموحاته وليحافظ على مكتسباته ليصبح بذلك مفخرة بين الأمم. لكنه للأسف الشديد شعب مطأطأ الرأس، يسخرون زبانية الشر لإحباطه وتركيعه، ولا يسعنا إلا أن نقول أحكام وقلة الإقامة.